أصابك مكروه أو نزلت بك كربة فنجاتك في 3 أعمال ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. احفظ هذه ال3 أشياء وطبقها وسترى أثرها في حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله سبحانه وتعالى ذكرها بتسلسل. ذكر أولا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وخصوصا سبحان الله وبحمده. ثانيا الصلاة وإطالة السجود. ثالثا الزم الطاعات. الله سبحانه وتعالى ذكر لك هذه الأشياء حتى يزيل عن قلبك متاعب الحياة وما أصابك من كرباتها. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف عنه ذلك. احفظوا ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.